ازيكم عاملين ايه؟ تعالوا احكي لكم عن اول كورس عملته في المدرسة او اول كورس عملته عموما يعني. طيب ايه بقى قصة الكورس ده؟ بص انا كنت قاعد كده فقلت يوسف انت بتعمل موديلنج وبتعمل كاركترز وماتيريالز وريجنج وموشن وحركات، طب ما تدي كورس وتعلم العيال ازاي يعملوا الحاجات الحلوة اللي انت بتعملها دي. فقلت مش مشكلة، فرحت المدرسة قلت لهم عايز اعمل كورس، قالوا لي مش مشكلة، وعملت المنشور والمدرسة نزلته عندها. كاتبة طبعا ايه: تعلن إدارة المدرسة عن نشاط حاسب آلي ودورة الطالب المعلم الصغير يوسف صلاح الدين. طيب أنا كنت بوريهم ايه بقى يعملوا ايه في الورشة دي. بص، كاتب هتتعلم في الورشة ديت التعرف على برنامج واستخداماته، الموديلينج والماتيريال والإضاءة وتركيب البونز والانيميشن. طبعا انا كنت مظبط الدنيا، حطيت لهم طبعا الكاركترز اللي انا عملتها عشان يشوف الحاجات دي ايه اتعملت ازاي. ف تعالوا احسن افرجكم على الصور. بص يا باشا، طيب الصورة ديت كانت في ولية امر يعني كانت جاية، وانا هنا كانت واقفة معاهم حاجة يعني في مشكلة في البلندر فكنت بحلها لهم. تعالوا هنا على الصورة دي. الصورة ديت كان اول حاجة افتحها في الكورس، كنت بوريهم الشغل بتاعي وبالمرة بوريهم بلندر بيعمل ايه، بلندر ازاي بيعمل حاجات الجامدة والحلوة دي. كنت بشدهم، شفت انا ذكي ازاي. حلو. فكنت طبعا بقول لهم ان برنامج بلندر بسيط وهتتعلم فيه بسرعة جدا، طبعا عشان انت مع الاستاذ يوسف صلاح الدين فهتتعلم بسرعة وببساطة. تمام. تعالوا افرجكم على بقية الصور. هنا انا بوريهم البرنامج بينزل ازاي. في واحد انا فاكر واحد سألني قال لي البرنامج ده اكيد بفلوس وهنشترك ومش عارف، قلت لهم لا، البرنامج دوت اوبن سورس فري، ووريتهم ازاي ينزلوه من على جوجل. طبعا وريتهم ازاي يعملوا سيت اب والحاجات دي كلها. الصورة ديت بقى دوت اول او اول اوبجكت او اول بروجكت اوريه لهم ازاي يعملوه على برنامج بلندر. انا وريتهم ازاي يعملوا اللي هو الشبح دوت اللي هو ماسك العصايه، تلاقيه هنا حاطه باك جراوند. كنت بوريهم ازاي يعملوا الشيب دوت او الاوبجكت ده. طيب بص بقى، طبعا اي كورس بيبدا لازما او اي كورس بيبدا تعلم برنامج لازما توريه الاساسيات. الاوبجكت اللي انا عامله في الشاشه دوت انا وريتهم فيه كل الاساسيات، ازاي تعمل جراب، ازاي تحرك الكيوب هنا او هنا، الجي دوت بيعمل ايه، الار بيعمل ايه، الروتيت، السكيل، كل دوت وريته لهم في الكيوب. طبعا ده كيوب. تمام. وريتهم طبعا بعد كده ازاي يعملوا الشبح. وريتهم طبعا الموديفايرز والسب ديفيجن والسلوديفاي والبيفل والاري، كل دوت وريته لهم في الاوبجكت اللي قدامكم ده. تمام. بعد كده هما جم قعدوا جنبي وعملوا الشبح اللي قدامكم دوت. طبعا انا كنت قاعد تمام وبقول لهم يعملوا ايه، يعني انا ما كنتش شغال، هما اللي كانوا بيشتغلوا يعني على اللابتوب بتاعي وبيعملوا الحاجات او عملوا الشيب اللي قدامكم ده. وكنت بوريهم في الاخر خالص ازاي يحطوا الماتيريالز. وهنا بوريهم الماتيريالز بتاعت بلندر عامله ازاي. كنت بوريهم الازاز، ولو ركزت تحت هنا هتلاقي هنا موجود اللي هو الماتيريال العادي، ازاي تحط ازاز عليه، ازاي تعمل مثلا الماتيريال بتاع الميتال دوت اللي هو يبان اللي هو حديد. تمام. وهتلاقي فيه هنا كده برتقانة كده مستخبية تحت. البرتقانة ديت كنت بشرح لهم فيها الشادو او الضوء. يعني مثلا لما النور يجي من فوق الشادو يبقى فين، النور يجي من جنب الشادو يبقى فين. كنت بوريهم كل حاجة عايزين او اللي تتطلب ان انت تتعلمها في بلندر. طبعا دوت لما وريتهم ازاي يحط الماتيريال بتاع الازاز ودوت الماتيريال بتاع الميتال. طبعا خلصت الدورة. وطبعا كان في ايام تانية كتير لليفل 1، احنا عملنا كذا بروجكت بس دوت عشان كان اول يوم كده. بعد ما خلصنا الدورة خالص اديتهم طبعا شهادات اتمام مستوى اول. وفي المستوى التاني بقى وريتهم ازاي يحطوا الريجنج، وريتهم ازاي يعملوا كاركترز ويحط عليها الريجنج ويعملوا انيميشن في التايم لاين. وبس ديت كانت قصة الكورس او اول كورس عمله
كان عندي في المدرسة. انا مش جاي اقول لك انا وريتك آه، انا مش جاي اقول لك انا عملت ايه، انا جاي اقول لك ان انت لو في حاجة شاطر فيها، لو في حاجة انت متمكن منها، طبعا الكلام دوت بقوله لك مش بوريك طبعا يعني انا عملت ايه. الفكرة من الفيديو دوت ان انا عايز اقول لك انه انت لو في حاجة انت متعلمها وشاطر فيها، آه، لو في امكانية انت تعلم الناس علمهم، لانه الناس بتحتاج ان هي تتعلم. طيب، بعد ما وريتك الكورس والحاجات اللي انا عملتها في الكورس ديت، نصيحة مني كده: لو انت مثلا واحد شاطر في حاجة معينة، في برنامج معين، شاطر في الايديتنج، شاطر في التصوير، شاطر في اي حاجة عموما، ما تتكسفش مثلا انت تعلم الناس مهما كان سنك. طبعا انا اديت الكورس دوت وانا عندي 13 سنة. تمام، فمهما كان سنك في حاجة انت شاطر فيها، يعني ما تتكسفش ان انت تعلم الناس التانية، لأن الناس التانية طبعا هتستفيد، طبعا هتكسب ثواب كبير جدا على اللي انت بتعلمه او اللي انت بتتعلمه. تمام، بس دوت كان نهاية الفيديو. كنت بدردش معاك كده دردشة فري يعني، وبس كده.